يا مساء الفل. كلنا بنمر بمواقف نبقى عايزين بس الزمن يرجع شوية عشان نغير اللي حصل أو نعاتب حد وجعنا، بس الحقيقة إن إحنا بنضيع النهاردة تفكير امبارح. حكايتنا النهاردة هي حكاية مثل يعتبر روشتة نفسية بنطبطب بيها على بعض وبنهون على بعض، وبالأخص لما نحب نقفل موضوع قديم أو صفحة قديمة أو وجع قديم. وهاتوا كوباية الشاي وتعالوا نعرف ونعيش في فلسفة الحياة عند المصريين المختصرة بكلمتين بس، هي اللي فات مات. ياه، مجمعنا عالطبلية وريحة زمان الفهية، أصل المثل وقصة أكلة وحكمة مصرية عافية، بين حارة وسكة وبيت قديم بنصون تراثنا العظيم. ومع شيرين هنحكي عن بكرة والقديم، حكايات مصرية مننا ولينا ومكملة فينا. المثل ده مش مجرد كلام، ده تشبيه بليغ جدا. المصريين اختاروا كلمة مات علشان بس يوصلوا رسالة معينة، وهي إن العدة ملهوش رجعة خالص وملهوش أي تأثير حقيقي إلا لو إحنا اللي سمحنا له. بالظبط زي الشخص اللي ميت، هو مات خلاص، تقدر ترجعه تاني للحياة؟ أهو كده بالظبط. الأخطاء القديمة أو الوجع القديم أو أي خلاف قديم خلاص مات. والمثل ده يعتبر دعوة للتحرر من الماضي. المثل ده طالع من قلب الحارة المصرية، وتحديدا في جلسات الصلح المشهورة. يعني لما كانت في مشكلة أو قعدة صلح، يجي كبير القعدة كده يقول لهم خلاص يا جماعة استهدوا بالله، اللي فات مات، احنا ولاد النهاردة. الجملة دي كانت كفيلة تمسح كل الخلافات الموجودة، لأنها كانت تدي فرصة جديدة، بداية صفحة جديدة من غير أي شروط أو عتاب ملهوش أي لازمة. المثل ده مبيجيش لوحده كده، لازم تيجي وراه جملة احنا ولاد النهاردة. المصريين هنا يعملوا عملية إحياء للأمل، يعني لو اللي فات مات احنا لسه موجودين وعايشين لحد اللحظة دي، ودي فرصة أمل، بداية حياة جديدة، صفحة جديدة. نفكر في النهاردة أحسن من نفكر في خلاف امبارح. السؤال هنا، امتى بنستخدم المثل ده؟ نستخدمه لما نحب نصالح شخص عزيز وغالي علينا، أو لما نكون زعلانين على نفسنا من الفرص اللي ضاعت، فترجع وتقول لنفسك اللي فات مات، اتعلمت من الدرس وخلاص، ارمي ورا ظهرك وركز في اللي جاي. وخلاصة حكايتنا النهاردة هي إن العمر أقصر إن إحنا نضيعه في خلافات قديمة ملهاش أي لازمة، والندم على اللي فات، علشان اللي ميت ما بيرجعش، وكمان الوقت اللي عدى ما بيرجعش. سامحوا نفسكم وسامحوا اللي حواليكم، وخلوا شعاركم دايما اللي فات مات، إحنا ولاد النهاردة. قولولي بقى، مين الشخص اللي عايزين تقولوله اللي فات مات إحنا ولاد النهاردة؟ مستنية حكاويكم. خلصت كوباية الشاي وخلصت معاها حكايتنا النهاردة، بس حكايات مصرية مع شيرين لسه فيها كتير. استنوا الحكاية اللي جاية بحفظ الله.